حوار ان بالرغم ان ده اسوأ مواسمك كسبت الزمالك 3؟ اسوأ مواسمك ليه؟ ليه اسوأ مواسمك؟ عشان مركز تالت؟ يعني مش الزمالك اللي ده اسوأ موسم عليه على كل طب استنى هقولها لك بشكل اوضح كده يمكن تفهمني. الزمالك ما عندوش السنه دي، الزمالك ما عندوش، انت الزمالك بيعج بمشاكل. حرفيا الزمالك السنه دي اسوأ موسم للزمالك في التاريخ. احنا فعلا في كابوس. ان انت تكسب الزمالك ده امر طبيعي. ان انت اصلا كنت المفروض تكسب الدوري ده كان امر طبيعي. ما تقوليش في اسوأ مواسمك. ما تحرفهاش بالطريقه اللي انت عايزها علشان تبين ان دي بطوله بالنسبه لك. انت كده كده خلاص، انت كده كده شكرا. السنه دي بطولات الزمالك لسه بينافس على اتنين. انت شكرا. انت مستني بيراميدز تخسر الماتشين او تخسر وتتعادل. انت شكرا. بيراميدز على الاقل هتكسب ماتش. فانت شكرا بغض النظر ان الزمالك هياخد الدوري ولا لا. انت شكرا. تمام. فانت طالع بموسم صفري ومغلوب من بيراميدز رايح جاي. غلبتني انا رايح جاي، فدي بطوله بالنسبه لك لان مباريات القمه ذات اهميه خاصه. لكن ما تقولش اسوأ مواسمك وفي نفس الوقت انت فاكر ان الزمالك الدنيا مزهزهه معاه. ما تقولش برغم اسوأ مواسمي انا غلبتك 3 مع الرأفه. انا حالتي تصعب على الكافر. انا حاله استثنائيه في الدوري. انا ضد المنطق عشان كده عملت كل اللي انا بعمله. لكن طبيعي ان انت تكسبني بالسكواد اللي معاك ده. طبيعي ان انت تكسبني 15 قضيه قيد وموقوف لي 15 قيد، يعني 15 قضيه يعني النادي خرابه. النادي اللعيبه ما بتاخدش فلوسها. ارض مسحوبه. مديون لطوب الارض. اي حد بيعدي من جنب النادي كده بيطلب مننا فلوس بياخدها. بيروح المحكمه وبيتحكم له وبياخدها. فالزمالك هو اللي في اسوأ مواسمه مش انت. اهبل يا ابو رياله يا اللي اي كلمه بتتقال بترددها وبتلغي ده.